الحمد لله. يا سلام والله يا ابو نصير، الاكل بتاعكم ده كان وحشني الشكل. وين الاكل هذا؟ انت ما اكلت شيء. ما اكلت شيء يا راجل؟ ده انا اكلته وكانه اخر زادي. الف هنا على قلبك. ايه والله منورنا يا سليم. الله يكرمك يا ابو نصير. عساف، اتركوا الشباب غاد وتعال. على راسي يا ابوي. اليوم عيد وفرحة بحضور الرئيس سليم، الرجال الزين اللي مشرفنا على أرضنا. انتوا اللي اهل كرم وتشرفوا اي حد يا ابو نصير. ما شاء الله ما شاء الله، والله كبرت يا عساف. عساف كبر وصار مشكل، وامبارح شاف نفسه على عم الشيخ عارف. لا 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 لا، ده يصح برضه يا راجل. ده لسه ابوك بيقول ان النهارده عيد. عموما يا شيخ ابو نصير، عساف يراضي عمه، وانت البركه فيك برضه. عمه يسامحه، ده مهما كان زي ابنه. إكراما ليك يا ريس سليم، أنا هتدخل بينك وبين عمك الشيخ عارف وهرضيه، بس إياك تعاود مرة تانية. يلا. اللي تؤمر بيه يا حاج. منور ديارنا يا سليم بيه. تشكر يا ابني. باذن يا ابوي. ودنا نتكلم في اللي بعتنا لك عشانها يا سليم بيه. نشربوا الشاي ونقعد ونتكلموا زي ما احنا عايزين. زين. انا قاعد معاك لغايه ما نخلص الكلام كله. زين. أمال ابن أخوك فارس وين؟ ليش ما إجا معك؟ فارس عمل عملة عساف، كبر راخر وصار مشكل. كبر وخرج عن طوعي. لا 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 يا طنط، انا ما بحبهاش، وبعدين دي ريحتها مقرفه جدا. ده ايه الدلع ده؟ حد يقرف من ريحه الكرشه؟ سيبيها يا اما براحتها، انت عارفه الحمل بيبقى صعب. تسلم ايدك يا ست الكل، الفته حكايه. بالهنا والشفا يا حبيب امك، ودي تيجي ايه جنب اللي كنت بعملها في الحار؟ ده انا الشارع كله كان بيحلف بريحه الفته. فاكر يا يحيى؟ فاكر يا اما، هي دي بتتنسي برضه. قول لي بقى يا عم سعيد، حيوان بيبدأ بحرف الألف. أسد. برافو برافو. وانتي قولي لي بنوتة جميلة بتبدأ اسمها بحرف الف. فيروز. برافو. طب هو انا ممكن العب معاكم؟ ماشي، تعالي بس اقعدي جنبي هنا مش جنب بابا. ماشي يا ستي، ماليش دعوه ببابي خالص. اقعدي يا ليلى ما تضايقيش فيروز. هنلعب ايه تاني؟ طيارة. طيارة. نلعب استغماية. انت بتعرف تطير الطيارة؟ برافو. وانت بتعرفي تطيري الطيارة؟ اه. طب اسألي ليلى بقى، بتعرف تطيرها؟ بتعرفي تطيري الطيارة؟ طبعا. انا الوحيد اللي مش بعرف اطير الطيارة. يا اختي ده كان غلب بعيد عنك. عارفه يا بنت ايمان؟ طب ورحمه ابويا انت حلويتي ونضفتي بعد ما اتطلقتي، ايه رايك بقى؟ اي والله الولا معتصم ده غبي، مش لايق عليكي خالص. انت نوره ومتعلمه. ايه بس انا مش هسيبك كده، ده انت ليكي عندي حته عريس انما ايه، فل الفل. والنبي قولي لي مين هو؟ شوف البت ملهوفه ازاي، عليه الصلاه والسلام. والنبي ماني جايله، كل حاجه في وقتها حلوه، لكن ايه بصراحه ربنا كده هو لايق عليكي. ونادرين عليا يا امان لو اتجوزتيه
لأعمل لك فرح زين الزين نكيد به العوازل كلها والواد معتصم اللي زي جلته دي. بقول لك ايه، ما تقومي تعملي لنا كوبايتين شاي، ريجي ناشف. قومي يا اختي، قشطه والنبي. يا بنتي كفايه كده وترتيني. امال لو كنتي هتقابليها كنتي عملتي ايه؟ مش عارفه عامله كيف العيال الصغير. افتكرت زمان لما كانت اختي عايشه بتاخدني من يد عشان اصالحها، وهي كانت تتمنع عليا. كانت دماغي دايما محجره معاها. محجره يعني عامله زي ناشفه؟ يا بنتي كلميها وان شاء الله مش هيحصل حاجه. فكرك كده؟ فكري كده. طب بقول لك ممكن اكلمها من تليفوني؟ لو كلمتها من تليفوني مش هترد عليا. اتفضلي ادي التليفون، كلميها ويا رب يا رب ما يحصل حاجه. ايه النمره دي؟ نعم. ازيك ياما؟ انت ايه اللي خلاكي تتكلمي هنا يا بت؟ انا مش جايه مش عايزه اسمع صوتك تاني. كل سنه وانت طيب. الاعياد بقت بتعدي علينا واحنا مش مع بعض. وحشني صوتك قوي ياما. بس انا بقى صوتك ما وحشنيش، وصوتي كمان مش عايزك تسمعيه. عايزه يا بت، انت مش هملتي النجع ومشيتي؟ ورحمه ابوي ما انت مهوبه هني الا بعد موتي. وعايزه اقول لك حاجه يا رجايه، انا مش هموت غير لما تفينكم كلكم. انت خلاص اخترتي الارض اللي هتعيشي فيها وتدفني فيها. حلمك عليا ياما، ما توقفيش الكلام في صدري. خليكي جنب جوزك وجنب عمك سليم، وهنبقى نشوف هينفعوكي كيف. ماشي ياما براحتك، انا مش هلومك ولا هزعل منك، بس العلم انا بقى اتصلت بيك عشان ابويا الله يرحمه وصانا عليك، مش عشان وحشاني ولا حاجه، ولا عشان اتوحشت صوتك، ولا عشان وحشني طعم الاكل من يدك، ولا سمرت مع بعض طول العيد. براحتك ياما براحتك. مساء الخير. مساء النور يا فندم. لقيت البضاعة؟ حاليا ازاي يا فندم؟ ومفيش حد راضي يساعدني، ومفيش حد في الشركة راضي يقف جنبي. الشركة ما بتقفش جنب حد، وما كانتش بتقف جنب زين العطار. الشركة مش مدرسة تعلم التجار أصول الشغل. سيادتك أنا عندي أعداء أكتر من زين العطار. زين العطار ما كانش عنده إلا أعداء، إنما أنت مين أعدائك؟ هم العطارين نفسهم. وبفرض إن ده حقيقي، بس هما بيقدروا يحموا البضاعة. يا فندم أنا قادر أحمي البضاعة بتاعتي، بس المشكلة بس مستني الشركة تخلصك من العطارين، مش كده؟ مش بالظبط كده. أنت ما عندكش دليل إن العطارين هما اللي أخدوا البضاعة، ولا إحنا كمان. وبفرض إن ده حقيقي، فدي شطارة منهم وضعف منك. سيف بيه، أنت مش قد الكرسي اللي أنت قاعد عليه. ما تجبرناش نرجع للعطارين تاني، لأنهم بيقدروا يحموا البضاعة. طب والحل إيه سيادتك؟ أنت ما تقدرش تقتل سليم، لأن الشركة هتعتبر إن أنت مسؤول عن موته، والشركة ما تقبلش إن رجالتها تخلص على بعض.
وما تنساش ان انت لسه مشكوك فيك في قتل سراج. انما في حاجة تانية. حاجة ايه؟ لا يمين عليها ربنا يكرمك. لو انت مراهن على جوكي شاطر بيركب خيل وظهر جوكي تاني بينافسه وشاطر جدا، تعمل ايه؟ هتفاوض معاه؟ واذا رفض؟ اقتل الحصان؟ اتمنى اسمع اخبار كويسة المرة الجاية. يا ابني يا حبيبي، بطل اليأس والإحباط اللي أنت فيه ده بقى. أنا مش فاهم جرالك إيه؟ يعني انت كنت تعرف جرالي ايه زمان؟ فارس يا حبيبي، أنا زهقت من الاسطوانة دي بقى. افهمني كويس، العيلة اللي أنت كنت بتقول فيها شعر أيام زمان خلاص انفضت. كل واحد بقى في وادي، ومادام كل واحد بقى في وادي، العقل بيقول انك تشوف مصلحتك. ده عجلك انت يا عبد الحميد بيه، انما عجل انا بيقول لي نحاول ارجع العيله من تاني، عيله العطارين توقف على رجليها ونكونوا سند لبعض. هي دي مصلحتي اللي بدور عليها. اياك تكون فاكر ان مصلحتي معاه. ايوه طبعا مصلحتك معايا. انا عايزك تكون معايا في كل حاجه. عايزك تكون معايا في المجموعه وفي الانتخابات وفي كل خطوه بخطيها. ده انا ابوك ياض. المجموعه اللي حطيت يدك عليها زور وكلت مال ولاد اخوك. يعني اخوك يربي لك ولدك اللي رميته وانت تاكل حق عياله. انت ايه؟ هو ده رد المعروف يا عبد الحميد بيه؟ أوه. يا فارس يا ابني افهمني بقى. شباب البلد بيحبوك، وما دام شباب البلد بيحبوك يعني انا محتاجك جنبي في الانتخابات. وانت يا عبد الحميد بيه؟ انا ايه؟ تحبني زي شباب البلد؟ لا 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 لا، الموضوع ده بقى مستحيل خلاص. انت باين عليك عايز اهل البلد ياكلوا وشنا ويقولوا ان فارس مش عايز يقف جنب ابوه في الانتخابات. نفس كلام عمتي. خسارة. كنت فاكرك عاوزني اقف معاك سند ولدك، لكن عاوزني اقف معاك عشان شكلك قدام الناس. اسف يا عبد الحميد بيه، النمرة غلط. مفيش فايدة. نفس الدماغ الناشفة بتاعت عمك زين. الله يرحمه. قصدك ابويا زين. مساء الخير يا حازم بيه. مساء النور يا عم شحاتة، اتفضل. ايه الموضوع المهم اللي انت كنت عايزني فيه؟ بص يا عم شحاتة، من كام يوم كده كنت بقلب في حاجات ابويا الله يرحمه. حاج زين الله يرحمه ويحسن اليه. ولقيت ورق يخص المصنع بتاعه. لما سألت امي عليه قالت لي ان كل المعلومات معاك انت. ياه، ده اول مصنع للحاج زين العطار، اول الطريق، ومنه عمل اسم العطارين. بس مش غريبة يا عم شحاتة انه ما نعرفش عن المصنع ده اي حاجة. ده معناه انه كان قافله. ده مش قافله بس، ده نسيه كمان. المصنع ده كان فيه مشاكل مع الورثة على الارض بتاعته، والحاج كان عايز يشتريه وما عرفش، عشان كده ساب المصنع ده وبنى مصنع في حتة تانية. طب ومشكلة الورثة دي لسه ما خلصتش؟ انا عرفت بعد مدة من الزمن كده انها اتحلت، بس الحاج ما عرفش يشتري المصنع برضه. حصلت مشاكل تانية وموت عمك شريف أجل كل حاجة. طب بص يا عم شحاتة، أنا عايز أرجع أشغل المصنع ده وأفتحه تاني،
وعايزك تشتغل معايا زي ما كنت شغال مع ابويا الله يرحمه. حازم بيه، الموضوع مش بالسهولة دي. المصنع محتاج معدات ومحتاج عمال. طب وعمال المصنع راحوا فين؟ حضرتك بتكلمني في حاجة عدى عليها أكتر من 20 سنة. في عمال طلعوا على المعاش وفي عمال ماتت. طب ندور على اللي عايش منهم، لان احنا محتاجين خبراتهم. هنلاقيهم ان شاء الله باذن الله. بس في مشكله تانية، المعدات بقت قديمه قوي، وبعدين المصانع والشركات بتاعتكم انتوا سلمتوها لعبد الحميد بيه؟ لا، احنا ما سلمناهاش لعبد الحميد بيه. انت مش عارف ولا ايه؟ عم عبد الحميد بعد ما كسب القضيه اللي كان رافعها علينا زور ورق، وبعلاقاته اخد كل حاجه، المصانع والشركات. بس انا امي سافرت عشان تجيب فلوس ابويا اللي بره، عشان نرجع نقف تاني على رجلينا. وانا مش هسكت يا عم شحاته. انا راجل العيله دلوقتي، عايز ازور المصنع ده في اقرب وقت. نعم يا سارة. ياه، أخيرا رديت عليا. خير يا سارة. هي دي كل سنة وأنت طيبة؟ كل سنة وانت طيبة. فارس أنت وحشتني قوي. أنا مش عارفة أعيش هنا من غيرك. حاسة الدنيا حواليا فاضية. هنعيده تاني يا سارة؟ هو أنت ليه مش حاسس بيا؟ فارس أنا بحبك. مفيش أي سبب يخلينا نبعد عن بعض الفترة دي كلها. فارس احنا متفقين من الأول إن احنا نكمل مع بعض على الحلوة وعلى المرة، مش ده كلامك؟ هي فين الحلوة دي؟ يا فارس العمر قدامنا لسه طويل. مش معنى إننا اتكسرنا مرة نكمل عمرنا مكسورين. ومين قالك إني أعيش عمري مكسور؟ أنا ما بسيبش حقي، بس كل شيء بأوان. عارفة، هو واثقة فيك جدا. طالما كده يبقى سيبيني براحتي. طب براحتي يا فارس فين؟ يا ابوي انت عايزه ايه دلوقتي يا بنت الناس؟ عايزاك انت فارس، عشان خاطري خلينا نبتدي صفحة جديدة مع بعض وننسى مروان ده خالص، والنبي يا فارس عشان خاطري. اقفلي يا سارة، اقفلي. مالك يا ولد خالي؟ النار اللي طالعة من جوفك هتحرق النجع. ما بالك باللي لسه ما طلعتش. ودي ايه اللي هيطفيها؟ ما عاوزهاش تطفي، عاوزها تفضل قايدة لحد ما يجي اليوم واحرق قلبي اللي كان السبب. ما تفتح حالة وانت ماشي. يالا. يالا. ما انا طول عمري بقول لك يالا. كبرت على كلمة يالا يا ياسين خلاص. بلاش انت يا نصار، بلاش انت يا نصار عشان ما يمديش ايد عليك، وانت فاهم. ده انت كبرت قوي. عايز ايه يعني؟ عايز ايه؟ نصار ياسين، عايز ايه؟ في ايه؟ اوعى نازل دي. فضلوا على هواكم ووجهة تعتبر المحاكمة. يلا يا عزيز انا كل خلاص. ايه يا ياسين؟ كبير ده الصبح يبقى الصبح. يلا يلا يا نصار، ما تبصوش لبعض. ما تتحرك يا ابني. اتفضل يا عم. ايه ده؟ انت هتعمل ايه؟ I know that all of Zain's money here is under your name, and nothing has changed. But before he died, he left a will. Will? That's very weird. He never mentioned anything about this will before. Actually, I have no idea.
and this is what I have. Can I see it, please? Yes, here is a will. Thank you. Thank you. The will specified that in order to withdraw the fund, all sons and daughters of Zain al-Attar should sign a document. You, Salma, Yasmin, Hassan, Yahya, Saleh, Zakaria, Hazim, and Adham. Adham? Who's Adham? Adham Zain Attar. أدهم زين العطار. طارق باشا، الحمد لله على السلامة. الله يسلمك يا احمد. كل سنه وانت طيب. حضرتك طيب. قضيت العيد فين؟ ابدا، وديت مراتي عند امها وقضيته على مكتبي، سيادتك عارف اللي فيها يعني. معلش يا احمد، انت عارف الظروف اليومين دول. انا عن نفسي ما كنتش عايز انزل اجازه. انا عارف ان حضرتك واخد الاجازه دي غصب عنك، شكلها كده اوامر. بيني وبينك مش غصب عني قوي يعني. انا مراتي اصلا خلاص قربت تطلب الخلع مني من كتر ما بتشوفنيش. قول لي عملتوا ايه مع العيال اللي قبضتوا عليهم؟ مستنيينهم يفوقوا من الاصابه ونستجوبهم يا باشا. تمام. رفعت باشا وصل؟ وصل يا باشا، ومستني حضرتك تدخل له اول ما توصل. طب اروح اشرب القهوه بتاعتي عنده. يعني ايه يا فندم؟ يعني انت فعلا يا طارق نجحت في وقف عمليات تهريب السلاح، بس انشغلت عن ابو يزيد. يا فندم الشبكه كلها مربوطه ببعض. ابو يزيد عايز سلاح، هيجيب السلاح منين غير من عند سليم العطار وسيف العزازي؟ انا متاكد ان بينهم صله مباشره، وبكده هنضرب كل العصافير بحجر واحد. يا طارق لازم تعرف ابو يزيد كان عايز السلاح ليه، وايه الضربه اللي بيجهزها دي. انا منسق مع لواء رشدي مدير الامن، وباذن الله هنقدر نوصل لابو يزيد. ما تنساش ان معالي الوزير لما اختارك لملف الارهاب ده ما كانش من فراغ، لا ده كان نتيجه بحث وفرز ما بين اكفأ ضباط في الجهاز، وكمان عشان ملفك مليان عمليات ناجحه، وانا عارفك مفيش حاجه تقدر تشغلك عن مسؤولياتك، عشان كده كان لازم انبهك. علم يا فندم. وما تنساش يا طارق ان معاك كل الصلاحيات اللي انت محتاجها، وانا واثق انك انت قدها. اطمن يا فندم، احنا مستعدين نضحي بحياتنا عشان نحمي البلد دي. ربنا معاكم. خلينا معاك يا عريس. حاضر. ايه ده حسن؟ دي وصية متسابة. المهم دلوقتي هتلاقي سجادة وغطي المكان دوت لحد ما نبنيه بايدينا، وابعت هات امير بسرعة. حاضر. المصنع حلو قوي بس محتاج شويه شغل. انا معتمد عليك يا عم شحاته. كله على الله يا حازم بيه، ان شاء الله يبقى فتحة خير عليك زي ما كان فتحة خير على الحاج زين العطار. ان شاء الله. انا هجيب مكتب هندسي يجي يمسك شغل الصيانه والترميم لحد ما اخلص. عايز المكان ده يبقى فله. مش ممكن، انا شايف شباب الحاج زين العطار الله يرحمه فيك يا حازم بيه. ايه يا عم شحاته؟ حازم بيه حازم بيه، انا زي ابنك. اصيل اصيل يا ابن الاصول، هي دي تربيه الحاج زين العطار. الفتره الجايه بقى عايزك تقول لي حازم باشا. باشا؟ بهزر معاك يا راجل يا طيب. الفتره الجايه دي انا عايز بقى العمال يبقوا موجودين عشان عايز افتح المصنع ده في اقرب وقت باذن الله. شفت المنطقه اللي هناك دي؟ أنا عارف يا مهدي مدى ولائك للعطارين، وبصراحة ده أكتر وقت محتاجين فيه كل رجالتنا المخلصين. وانا خدام سعادتك يا سليم بيه. بص، في كام تاجر كده من التجار الصغيرين اللي بيشتغلوا معانا بيلعبوا من ورانا وبيشتغلوا مع سيف العزازي في السلاح التقيل الممنوع، وانت عارف طبعا قانون العطارين. انا عايز اعرف مين هم التجار دول.
عناية الاتنين يا سليم باشا. بإذن الله يكون عندك بيان كامل مكمل بيهم كلهم في أسرع ما يمكن يا مهدي. انت عارف التجار دول ممكن يبقوا خطر على السوق ازاي، وممكن كمان يلطوا اسم العطارين. عارف يا سليم بيه. يبقى تنجز وتخلص لي الموضوع ده بأسرع ما يمكن، عشان أنا ليا تصرف مع الناس دي، وعشان كمان في شوية حاجات هتحصل قريب، ولازم نبقى عارفين مين معانا ومين علينا. ماما. اهلا يا روح ماما. الحمد لله على سلامتك. وحشتني يا حبيبي. وحضرتك اكتر. ايه الاخبار؟ كله تمام. ها طمنيني، عملتي ايه؟ انا عارفه انك مستعجل عشان فلوس المصنع بتاعك، بس هنضطر نستنى شويه، فلوس هتتاخر. هتتاخر؟ ماما حضرتك مش حاسه باللي احنا فيه تقريبا. احنا رصيدنا بيقل ومصاريفنا والتزاماتنا بتكتر. انا حتى الشغل اللي انا بدأت فيه ده محتاج اكمله، فمحتاج فلوس. هيكمل. مين قالك انه مش هيكمل بس يا حازم؟ طب وفلوس المجموعة؟ كل حاجه هتيجي، بس معلش هتتاخر شويه، وانا اضطريت ارجع عشان اخلص اجراءات هنا وهسافر تاني. انا مش عارف الدنيا ما عندنا كده ليه. مش عايز احس ان انا اخترت غلط وان عم سليم كان عنده حق. عشان انا عارفاك كويس كنت عارفه انك هتقول الكلمتين دول. لا يا حازم، انت مش غلط، وعمك سليم ما كانش عنده حق. يا حبيبي مش معنى ان انت تقابل مشاكل في حياتك او في شغلك انك تضعف وتقول انا غلط واخترت غلط وعمي كان عنده حق. لا ما ينفعش. بس انا مش عارف حتى اتسند على مين. كل واحد في اخواتي في وادي. انا ما منعتهمش انهم يجوا يعيشوا معانا على فكره، عشان انا اكتر واحده عارفه اهميه العيله اللي زين عاش طول عمره عشان يبنيها، وانا كمان بنيتها معاه. عيلة؟ عيلة ايه يا ماما؟ مفيش عيلة اصلا. بصي حواليكي كده، مفيش عيلة. انا محتاجه استريح. كشفت على الورق؟ حصل يا ريس. عاش يا دمرش. شد انت وما تدخلش حد عليا. عمر يا ريس. عاش وشد. هو انت لسه بتتكلم بالطريقه دي؟ طول عمري بتكلم كده. انت اللي مش قادره تفهم ان كل واحد في الدنيا دي له لغه. مفيش حاجه احب على البني ادم من انك تكلميه بلسانه، عشان يحس كده انك فاهماه ويجي معاكي سكه ودغري. تقدري تقولي كده جوزك معاه لغات. امال ليه مش عارف تتكلم معايا؟ عشان احنا مشكلتنا مش في اللسان يا ريهام، احنا مشكلتنا هنا جوه. واللي جوه ده بقى هيخليك تساعدني وتقف جنبي، ولا هتسيبني لوحدي الهروم؟ انت مراتي يا ريهام. انا مش ناسيلك اللي عملتيه في صالح، وقفت جنبك ساعتها لحد ما خرجتك من القضيه، بس ده عشان عارف ان انت ما كانش نيتك الغدر في صالح، وكمان عشان ابني اللي في بطنك. فمش معقول يعني هطلع راجل معاكي في الكبيره واسيبك في الصغيره لوحدك. والاهم بقى من كل ده انك شريكتي. ايه الاهم؟ الاهم. ها قولي لي بقى، كنت عايزاني اساعدك في ايه؟ انا خلاص ما بقيتش عايزه حاجه، شكرا يا شريكي. عايز اعرف مين اتجرأ وعمل معايا كده. اهدى بس يا سيف بيه، انا اوعدك اني مش هسكت، هدور بطريقتي وان شاء الله هوصل. ده فرض عليك يا امير، تتجارى
وخساره بالملايين، وانا مش هقدر اتحملها. معاش اللي يعلم على سيف العزاتي في شغله. يا باشا معاش ولا كان اللي يعلم على سيادتك، وانا تحت امرك في اي حاجه. انا بس محتاج اغيب يومين، واول ما ارجع ان شاء الله هجيب لك اخر الموضوع. هتغيب يومين ليه وفين؟ لازم اروح الدار، في حاجه لها علاقه بالورث ولازم اكون موجود. لا ملوش لازمه دلوقتي، انا عايزك في حاجه